انا حاسه ان خطيبي بطل يهتم وبطل يحبني واتغير عن زمان، وده مضايقني جدا، وانا مش عارفه اتكلم معاه في حاجه زي كده ازاي. طب قولي لي، هو ايه اللي خلاكي تحسي الاحساس ده؟ عشان انا اللي دايما برتب المواعيد وهنخرج فين وهنروح فين وهنقضي وقتنا ازاي، انا اللي دايما بتصل اكتر، انا اللي بسال اكتر. فهمت قصدي. خلينا نفرق بس بين حاجتين، بين الحقائق وبين التفسيرات. يعني الحقائق هي الحاجه اللي انا سمعتها او شفتها بعيني او كنت ماسكاها في ايدي، اي حاجه بحرك فيها الحواس الخمسه بتاعتي، فدي حقيقه. التفسيرات هي ان انا شفت موقف معين وفسرته بنظرتي انا، فاهماني؟ لا بصراحة هو ما قالش، يعني مفيش حاجة دايركت اتقالت بان هو بطل يحبني او ان هو زهقان من علاقتنا او مثلا ان هو مش عايز يخرج معايا. لا، الحاجات دي صريحة كده بصراحة ما حصلتش. طيب لما بطل يسأل وبطل يطمن وبطل يهتم، ده كان معناه ايه بالنسبة لك؟ لما بيبطل يقرب او يبطل يتصل كتير، يعني ده بيحسسني بانه انا مهتمة اكتر وان انا بحبه اكتر وان انا باقية على العلاقة دي اكتر منه، وده بيضايقني. مش بحس انه بيعمل نفس المجهود اللي انا بعمله. طيب بصي، مهم قوي الافكار اللي بتجيلنا دي اعرف هي حقيقه فعلا ولا افتراضات مني، عشان ممكن جدا يكون اللي انت حاساه صح وتفسيره صح، بس قصاد التفسير ده في مليون الف تفسير تاني ممكن يكون برضو صح، فاهماني؟ واللي حقيقه هيفصل في الموضوع ده هو ان انت تروحي تتكلمي معاه دايركت. دايما في قاعده كده في العلاقات بتقول don't assume just ask، يعني ما تفترضيش، روحي اسالي الشخص ده معنى التصرف ده ايه. بنختصر على بعض وبنقرب المسافات، وفي نفس الوقت ما بسيبش دماغي تسوحني في حتت ممكن جدا تكون غلط.